مش عايزك تتصدم لما تعرف ان الهدف التاني جه في 13 ثانية بس، لا وايه، لعيبة باريس قطعوا الملعب كله بطول. الكرة بتبدأ من الكفارة في الدقيقة 19 39 ثانية وبيفضل ماشي بيها. هجمة مرتدة على الانتر، ولحد دلوقتي موقف دفاع الانتر تمام، 2 لعيبة من باريس في وسط 4 لعيبة من انتر ميلان. وعايزك هنا تركز على دوي اللي هيحرز الهدف واقف فين ولسه الكرة بتتلعب فين. الكرة بقى بتتلعب لديمبلي، وشوف هنا رويس بيبص لزمايله في حد جاي ولا لا عشان يسيب المكان فاضي ويفضل مكمل ويسحب لعيبة الانتر. في نفس الوقت اللي مختاريان برضه بيبص فيه بيلاقي ان دوي جاي في الناحية التانية العكسية، وكان من باب اولى ان هو اتحرك ناحيته. على الاقل عثمان ديمبلي ما كانش يفكر ان هو يغير اللعب ويعمل العكسية، لكن للاسف اللاعب بيكبر دماغه وبيفضل مكمل مع زمايله بطريقة سلبية، لا هو بيضغط ولا هو راح غطى مكان الكرة العكسية علشان فعلا تتحول الكرة الناحية التانية لدوي ويسجل الهدف التاني. 13 ثانية بس كانت كفيلة ان باريس يحرز هدف، وده يعكس لك ليه الماتش خلص بنتيجة كبيرة انتهت 5-0. انا محمد حتحوت من كرة بيكيا، كمل معايا عشان الماتش فيه تفاصيل كتير هنقولها مع بعض. يلا بينا. مع اول ثانيه من المباراه ولاعيبه باريس سان جيرمان بتسنتر، بتتعمد ان هي تطلع الكره اوت في نص ملعب انتر ميلان، ودي كانت رساله من لويس انريكي لسيمون انزاجي، بس للاسف انزاجي ما خدش باله منها، وهنعرف دلوقتي بالتفاصيل ليه الكلام ده حصل. وبعدها على طول كمان لفت نظري اللقطه دي اللي بتقول كلام كتير، اولها الضغط الرهيب اللي بيعمله باريس في نص الملعب، خط الدفاع متقدم كله لخط النص تقريبا، ولعيبه الوسط والخط الامامي بيكتموا على نفس اللي معاه الكوره وبيقطعوا عليهم خطوط التمرير. وطبعا الهدف من كده ايه؟ قطع الكرات في مناطق قريبه من الجون، او يستنوا لعيبه انتر تغلط ويبقوا مرتبكين طول الوقت، يعني عاملين لهم حاله ارباك طول الوقت. في حين ان باريس لما يبقى معاه الكوره وعايز يعمل عمليه البيلد اب من تحت ويبدا من عنده، هتلاقي انتشار من اللعيبه ولعيبه الاطراف فاتحه الملعب وعايزين يستدرجوا لعيبه انتر اللي بيلعب بطريقه 3-5-2. ولما تبص في الصوره كده هتلاقي فعلا ال5 لعيبه بتاعت نص الملعب موجودين، وال2 مهاجمين كمان موجودين، ولكن وجودهم ده سلبي، بمعنى ان لعيبه باريس بتقدر تستلم الكوره مرتاح بدون اي ضغط، ويحاولوا يدوروا الكوره ما بينهم مع تحركاتهم اللي كانت بتتم بحريه كبيره جدا في الخط الامامي لحد ما تتفتح ثغره يقدروا يسجلوا من خلالها. ده بالظبط كده اللي كان بيحاول يعمله باريس مع انتر ميلان، وفعلا نجح فيه وبجداره. عايزك تشوف هنا الذكاء والربط ما بين لعيبه باريس سان جيرمان. رويز هنا لعيب ذكي جدا، حاول ان هو يوهم لعيبه انتر ميلان ان هو هينزل يستلم الكره من تحت، لكن هو فعلا مش هيستلم الكره، هو بيفضي المساحه لزميله نيفيز اللي بيفضى، وفعلا الكره بتتلعب له، وبرغم ان في 3 لعيبه بتضغط عليه ولكن بيقدر ان هو يسلم الكره لعثمان ديمبلي. وفي اللقطه دي بقى هوريك فرق الضغط اللي بيتم من لعيبه انتر وفرق الضغط اللي بيتم من لعيبه باريس. هنا مثلا لعيبه انتر معاهم الكوره بتلاقي ضغط شرس تم عليهم من لعيبه باريس عشان يستخلصوا الكوره، وفعلا بيسترجعوها بسرعه جدا، عكس اللي بيحصل مع لعيبه انتر ميلان لما يكون لعيبه باريس معاهم الكوره، بتلاقي ضغط سلبي يا دوب بيحلقوا بس على الكوره. بص عشان نشرح اكتر لازم نفهم انتر ميلان بيلعب ازاي. هو بيلعب بطريقه 3-5-2، عنده 3 ورا دفاع صخر، المفروض ان هم بيقفلوا العمق كويس ما بينهم وبيغطوا بعض بشكل ممتاز. قدامهم بقى بيبقى فيه 5 في نص الملعب، منهم الاثنين اللي على الاطراف دول اسمهم وينج باك او الأظهرة المتقدمة، ودول يعتبروا أهم 2 لعيبة في طريقة لعب إنزاجي. ليه بقى؟ لأن في حالة الدفاع هما الاتنين بيرجعوا يغطوا مع الدفاع علشان كده يبقى 5، وفي حالة الهجوم بيطلعوا بيبقوا أجنحة صريحة علشان يزودوا العدد الهجومي، يا إما يلعبوا العرضية أو يدخلوا يساعدوا جوه في العمق. تمام كده؟ تمام كده. لما تيجي بقى تبص هنا دي ماركو ومعاه دومفرز، الاتنين كانوا من أسوأ اللعيبة في المباراة، علشان كده انتر تقريبا ما جاش في المباراة بسبب الاتنين دول. شوف هنا في اللقطة دي ماركو كان بيتقدم زي ما انت شايف كده، ومرة واحدة يقف في النص، لا هو ضغط على الباك اللي هو اشرف حكيمي ولا هو واقف مع الهاف اللي هو كفارة سيخية اللي بيلعب عليه، فبالتالي تتخلق من وراه مساحة كبيرة يتضرب من خلالها انتر ميلان. هو ده اللي حصل بالظبط طول المباراة. شوف بقى كمان تركيز لعيبة باريس سان جيرمان، مثلا هنا رويس هتلاقيه بيجري ناحية مرمى انتر ميلان، رغم ان اشرف حكيمي واخد وضعية الباص الخلفي، لكن هو كان قاصد يعمل كده. ليه بقى؟ علشان لما حكيمي يباصي لفيتينيا هيبدأ يسحب الفرقة ناحية الشمال، وبالتالي رويس هيتحرك كمان هو كمان ناحية الشمال وهياخد معاه لعيبة انتر، وكده تفضي المساحة الحكيمي اللي بيخش في العمق زي ما انت شايف كده، وبيخش وبيبقى فرود مهاجم صريح في قلب منطقة الجزاء. وده يفسر لك ليه اشرف حكيمي السنة دي متألق واحرز عدد من الاهداف المهمة مع فريق باريس سان جيرمان. هو لويس انريكي دايما بيحب الاستحواذ، ومش استحواذ ممل، بيعتمد على تحركات اللاعبين وتبديل المراكز. يعني مثلا في الصورة دي هتلاقي في نص الملعب اشرف حكيمي اللي نزل بقى في وسط الملعب رغم ان هو باك يمين اصلا، وفي نفس الوقت بتلاقيه برضه بيلعب كفرود مهاجم رقم 9. وبص
هنا كمان هتلاقي دوي راح ناحيه كفاره في الشمال وساب مكانه ناحيه اليمين عادي جدا، وفضل مكمل هناك شويه حلوين، وكل ده انزاجي مش واخد باله. كل ده بيحصل ليه بقى؟ الاجابه لان المرونه في التحركات دي بتصعب على اي دفاع ان هو يمسكهم. يعني هم بيعملوا التحركات دي علشان يصعبوا على لعيبه انتر ان هم يركزوا معاهم ويعرفوا يمسكوهم كويس. بسبب الضغط اللي عمله لويس انريكي بقى انتر ما بقاش قادر يخرج بالكوره، ودايما كانوا بيضطروا للطويله، فكانت تبقى سهله للمدافعين، ويرجع يستحوذ باريس من جديد بعد استرجاع الكوره بسرعه جدا. وزي ما قلت لك لعيبه باريس لما كانوا بيلاقوا زحمه بينقلوا اللعب من مكان لمكان. يعني مثلا في الهجمه دي نقلوا اللعب من الشمال لليمين. يعني هم دايما بيحبوا ان هم يدوروا الكره ما بينهم زي ما اتفقنا لحد ما يلاقوا ثغره تتفتح يقدروا يجيبوا منها جون. المهم ان هم هنا بيسحبوا لعيبه انتر، وحكيمي بيتسحب لحد ما بيوصل عند المنطقه، وزي ما قلت لك هو بيخش كفيرود او يعمل الزياده مع الهاف بتاعه. المهم تحرك جميل من دوي وتمريره روعه من فيتينيا وتسجيل مضمون لحكيمي، ودي لعبه دايما متعودين عليها. لو جبت هدف باريس سان جيرمان في استون فيلا هتلاقيه بنفس الطريقه، وبرده اللي احرزه اشرف حكيمي اللي بيخش كفيرود مهاجم رقم 9 في المنظومه دي. حتى بعد ما احرزوا الهدف ضاغطين، مش مدين اي فرصه لانتر ان هو يطلع بالكوره، خانقين عليهم اللعب، وبالفعل ما شفناش اي كوره من انتر خالص، وده بسبب الضغط اللي فرضه انريك. اللقطه دي كمان بتوري لك اللي انا بقوله لك. شوف باستوني بيزعق لزمايله وبيقول لهم مش عارف العب الكوره. دايما مشهد متكرر، باستوني مش بيلاقي حد يباصيله وتلاقيه بيلعب الطوليه تروح للدفاع مرتاحه، وده يعكس لك ليه الاستحواذ كان الشوط الاول 62% باريس 38% انتر. زي ما اتكلمنا على دي ماركو ان هو قدم مباراه سيئه، تعالى بقى نشوف اللي قدم مباراه اسوأ منه دومفرز. ودومفرز ده هو الطرف الثاني في المعادله بتاعت انتر. دي ماركو ودومفرز زي ما قلنا الاثنين رئتين، والاثنين دول فعلا اتعطلوا في الماتش ده، علشان كده انتر ظهر بالمستوى السيء ده. طبعا هم دول احد اكبر اهم الاسباب، يعني مش هم الاسباب الرئيسيه لكن احد اهم اكبر الاسباب. بص هنا يا سيدي، دومفرز كان بيطلع هنا في هجمه والكره تتقطع منه، بيرجع يتمشى، فالمساحه وراه بتبقى فاضيه، كفاره بيستغل فيها المساحه دي ويعمل فيها اللي هو عايزه، وتبقى في زياده عدديه على دفاع الانتر. وادي في هجمه تاني دومفرز طالع في هجمه اهو كالعاده، هجمه عاديه مش بتكمل وهو مش بيرجع، المساحه وراه، برافو عليك تتضرب. بص بقى تاني معاهم باريس اهو، معاهم الكوره، ومكان دومفرز في 2 لعيبه من باريس بيطلبوا الكوره، واقفين بيطلبوها، كل ده ودومفرز اصلا لسه ما ظهرش في الصوره ان هو رجع ولا لا. تمام. كارثه دفاع انتر بقى هتبان اكتر في الكوره دي. بص فيتينيا معاه الكوره بيسلم ويرجع يستلم عادي جدا، وبيفضل ماشي براحته، ولا حد بيقول له انت رايح فين، ولا حد جاي منين، ولا حد بيضغط عليه، لحد كمان مع عثمان ديمبلي بينزل يستلم منه وبيكمل معاه. وبص يا سيدي هات وخد وبالكعب والدنيا رايق، ولا حد ضغط عليه، ولا حد ضغط على عثمان، ولا الهوا. بصوا بيضربوا الدفاع والملعب كله، ويلعب لدوي ويحرزوا الهدف الثالث. انزاجي خلاص خد باله وقرر ان هو ينزل دارميان علشان يغطي ورا دومفرز، وفي نفس الوقت لما يبقى في اي هجمه يحاول ان يساعد معاه زي في الهجمه دي. بس للاسف هتلاقي ان الكره اتقطعت منهم في الهجمه زي دي، وبالتالي المساحه بقت وراهم فاضيه اكتر من الاول، ومندج الباك ليفت اللي المفروض حد فيهم بيقابله طالع في هجمه لوحده ما حدش بيقابله. وهي دي كانت مشكله انتر المتكرره اثناء الماتش. الظاهرين الاجناب دايما متقدمين، واول ما الكره بتتقطع وكانت فعلا بتتقطع فكانوا يتضربوا بسهوله جدا، فيضطر ان اي حد من ثلاثي الدفاع ان هو يطلع يقابل، فكان الدفاع بيتفتح اكتر واكتر، خصوصا ان باريس عندها قوه هجوميه شرسه جدا. انزاكي كمان بيطلع دي ماركو وبينزل زلفيسكي علشان يقفل الجبهه الشمال اللي كانت عباره عن شوارع مفتوحه للاعيبه باريس. في لعبه دايما اساسيه كانت موجوده عند باريس من اول الموسم، وهي ان مندش اول ما يباصي لديمبلي يعرف ان الكره دي بنسبه كبيره هدف، واتعملت كتير في ماتشات كبيره زي ليفربول وارسنال واستون فيلا. لكن هنا بقى ديمبلي لما بيجي يستلم الكره بيباصيها غلط علشان تروح لمين؟ لدومفرز. بس دومفرز هنا بقى يقول لهم لا والله يا رجاله ما تجيش، وراح مرجع لهم تاني وقال لهم ربنا ما يقطع لكم عاده، علشان ديمبلي يكمل الهجمه المعتاده ويباصي الكفاره في العمق ويحرز الهدف الرابع. اللقطه دي بقى هتوريك ان لعيبه انتر كمان واقفين مجرد ديكور. باركولا معاه الكوره ومحدش بيضغط عليه، بيباصي الميولو اللي برضه واقف لوحده ومحدش بيضغط عليه. ولعيبه الانتر كده تحس ان هم بيتحركوا بس في اتجاه اللعبه، يعني لو الكره راحت يمين بيروحوا بس يمين، ولو راحت شمال مجرد ان هم يتحركوا شمال، لكن بدون ضغط على اي لعيب. لدرجه ان الكره دي اتلعبت هات وخد مرتين، بتتعمل مرتين بين باركولا وميولو في نفس اللعبه مرتين وتقريبا في مترين، ويتم احراز الهدف الخامس ووسط فرجه ومشاهده من لعيبه انتر ميلان. في النهايه باريس استحق الفوز باكبر نتيجه في نهائي الابطال. تفتكر بقى باريس بالمستوى ده الموسم القادم باذن الله هيقدر ينافس ويوصل للنهائيات برضه؟ اكتب لي بقى رايك في الكومنتات، ولو عندك اي ملاحظه اكتبها لي برضه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. انا محمد حتحوت من كوره بيكيا.